صرح عضو المكتب التنفيذي للحركة والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي خميس كسيلة أنه تم تشكيل كتلة نيابية داخل المجلس تمثل حركة نداء تونس وتضم 10 نواب. كتلة النداء هذه باش يترأسها النائب خميس كسيلة. إن شاء الله نكملوا يعني المستلزمات الإدارية لتقديمها لمكتب المجلس يوم الثلاثاء، وتعد 10 من النائبات من النواب كلهم متعهدين أنهم يحملوا رسالة حزب حركة نداء تونس داخل المجلس الوطني التأسيسي، وبالخصوص يكونوا مخلصين للناخبات والناخبين متاعهم، لأنهم ربما جاءوا من أحزاب ومن مجموعات مختلفة، لكن جاءوا على نفس المبادئ ونفس القيم ونفس البرنامج اللي قدموه للناخبين وقت اللي مشاو يرشحوا نفسهم. بالنسبة إلى حركة نداء تونس داخل المجلس الوطني التأسيسي ستعمل من خلال نوابها، وأنها توصي نوابها بأنهم يوسعوا علاقات التحالف والتعاون مع كل الكتل، وخاصة الكتلة الديمقراطية وكل النواب المستقلين والمستعدين لتنظيم يعني صفوف داخل المجلس الوطني التأسيسي، من أجل أن ننجز على الأقل 4-5 مهمات كبرى الآن، باش اللي هما إنجاز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تكون محايدة فعلا، مستقلة فعلا ومهنية، لإنجاز الهيئة المستقلة المشرفة على القضاء العدلي، حتى نخرج القضاء والعدالة من يد السلطة التنفيذية. كذلك سنعمل على إنجاز القانون الانتخابي، كذلك سنعمل على إنجاز التاريخ والموعد للانتخابات بصورة رسمية ونهائية.